هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده عن واحدة من أخطر الجواسيس المصريين اللي قدر يجندهم الموساد الإسرائيلي. طب ليه دي كانت واحدة من أخطر الجواسيس؟ لأن دي قدرت تجند ضابط مصري كان شغال في مكان مهم جدا وخدت منه معلومات خطيرة جدا. هنعرف كل حاجة بالتفاصيل في قصتنا، يلا نبدأ. قصتنا بتدور على هبة عبد الرحمن سليم عامر، البنت اللي اتولدت سنة 1947 في محافظة أسيوط. اتولدت هبة في عيلة ميسورة الحال، معاهم فلوس، عايشين في المهندسين، ما عندهمش أي مشكلة في أي حاجة. هبة كانت بتدرس في القاهرة وكان كل وقتها دراسة وتروح تقعد في النادي. كانت مشتركة في نادي الجزيرة، تروح تقعد مع صحباتها. كل اللي كان بيهمهم وبيشغلهم في الوقت ده آخر صيحات الموضة، آخر الأخبار، زيها زي أي بنت عادية. جت سنة 1967 حصلت النكسة. في الوقت ده هبة كانت لسه متخرجة من الثانوية العامة، كان عندها حوالي 20 سنة. هبة ابتدت تحس في الوقت ده، جالها مشاعر احنا ليه ضعاف؟ احنا ليه خسرنا في الحرب؟ ليه العرب مش أقوياء؟ ابتدى يجيلها أفكار ومشاعر، مش عاوز أقول كراهية، بس مشاعر بالضعف. عارف لما تحس احنا ليه مش جامدين كده؟ احنا ليه مش اقوياء كده؟ احنا ليه خسرنا الحرب؟ في الوقت ده هبه ابتدت تفكر ان هي تسافر بره مصر. كانت لسه مخلصه ثانويه عامه، راحت تتكلم مع والدها كان شغال وكيل في وزاره التربيه والتعليم، وتقول له انا عايزه اكمل دراستي بره مصر، عايزه اسافر فرنسا. في الاول كان والدها رافض الموضوع، انك تسافري لوحدك وتعيشي في فرنسا لوحدك وتدرسي هناك لوحدك، فالموضوع صعب، الموضوع مش سهل. بس مع الحاح هبه وزن هبه على ودن والدها وافق وسابها ان هي تروح وتسافر وتدرس في فرنسا. لما هبه سافرت فرنسا حاولت ان هي تشتغل في السفاره المصريه. بصوا كل الاحداث اللي انا بحكيها دي لسه ما حصلش اي تجنيد لهبه ولا حصل اي احتكاك مع الموساد الاسرائيلي. كل ده هبه عايشه حياه طبيعيه جدا، بنت عاديه جدا، مفيش اي حاجه حصلت. المهم هبه قدمت وحاولت تشتغل في السفاره المصريه، رفضوا طلبها. قدمت تاني وبرضه الطلب اتقابل بالرفض. بعد ما هبه اترفضت في السفاره المصريه ابتدت ان هي تركز في دراستها. في الجامعه اتعرفت على بنت خطيره جدا. البنت دي من اصول بولنديه، يهودية من أصول بولندية. البنت دي شغالة مع الموساد الإسرائيلي، كل مهمتها إن هي شباب وبنات العرب اللي عايشين وبيدرسوا في فرنسا تتم تجنيدهم، تحاول تجند شباب وبنات عرب عايشين وبيدرسوا في فرنسا على قد ما تقدر. في الأول البنت اتعرفت على هبة عادي، مفيش أي مشكلة. بدأت تتكلم معاها ان هي يهودية، بدأت تتكلم معاها ان هي كانت عايشة في اسرائيل، بدأت تتكلم معاها عن الحياة في اسرائيل، ان هم ناس سلميين جدا، ان هم مش عايزين يحاربوا العرب، ان هم عايزين يعيشوا في حالهم، مش عايزين يحاربوا حد، ان الارض دي المفروض ارضهم ودي حقهم. ابتدت تعمل غسيل مخ لهبة سليم. هبة سليم تقبلت الكلام منها وسمعت لها وابتدت تتكلم معاها، ومن هنا تبدأ القصة، بداية تجنيد هبة سليم بشكل غير مباشر. ما هو يا جماعة ما ينفعش ضابط الموساد يروح للي هيجنده ده يقول له والله انا ضابط موساد اسرائيلي وتعالى عايزين نشغلك معانا جاسوس وتخون بلدك وتخون دينك وتخون وطنك. في ناس بيبقى عندهم قابليه وبيتم تجنيدهم مقابل الفلوس، ما عندهمش اي مشكله، والله انت هيتم تجنيدك، هتعيش بره مصر خلاص، انت مالكش اي علاقه بوطنك تاني ولا مصر تاني ولا ديانتك تاني، وهتاخد فلوس كويسه جدا، بس هتعمل لنا 1 2 3. في ناس بتوافق، وفي ناس تانية الدخله بتاعتهم مش كده، لا، الطلبة الصغيرين اللي عايشين في فرنسا اللي بيدرسوا دي ناس اصلا احتياجهم للفلوس يعني مش بنفس احتياج الناس اللي هم ممكن يخونوا وطنهم بسبب الفلوس، لان هو اصلا طالب وبيدرس بره مصر، فمعنى كده ان هو ميسور الحال ومعاه فلوس ان هو يسافر فرنسا ويقعد في فرنسا ويدرس في فرنسا. فالدخلة بتاعته تبقى عن طريق ان هم يعملوا لهم غسيل مخ، يغيروا لهم وجهة نظرهم عن اسرائيل، يغيروا لهم تفكيرهم عن اسرائيل، يخليهم يفتكروا ان الناس دي فعلا مش عايزه حرب، والناس دول ناس سلميين، وان انت اي معلومات هتجيبها لنا او اي حاجه هتقولها لنا دي هتبقى في صالح ان احنا ننشر السلام في العالم ونوقف الحرب اللي بيننا وبين العرب. تعالوا نشوف القصه ايه اللي حصل فيها. اتعرفت على البنت البولنديه، وزي ما قلت لكم البنت البولنديه ابتدت تعمل لها غسيل المخ وتحاول تخليها تغير وجهة نظرها او تفكيرها عن اليهود والاسرائيليين، لحد ما في يوم من الايام البنت دي قررت ان هي تعرف هبة سليم على ضابط المخابرات الاسرائيلي. بس ايه، مش هتقول لها ان هو ضابط المخابرات الاسرائيلي، هتقول لها ان ده زميلي
ده صديقي. هبة ابتدت تتعرف على اكتر من شاب يهودي واكتر من شاب اسرائيلي، خدوها بقى وسطهم. خلاص ابتدت تتعرف على اكتر من ناس يهود، على اكتر من ناس اسرائيليين، ابتدت تسمع منهم كلام كتير. احنا مش ناس بتوع حرب، احنا ناس بتوع سلام، احنا مش عايزين حرب. ابتدت تصدق كلامهم وتثق في كلامهم. ابتدت تعرف ان هم فعلا اقوياء وان العرب دول ضعفاء. ابتدت تصدق ان العرب هم اللي عايزين الحرب، العرب هم اللي عايزين القتل، العرب هم اللي عايزين الدم، وان الاسرائيليين واليهود مش عايزين كده خالص وعايزين سلام. ومن هنا الضابط عرف ان هو بكل سهولة يقدر يتكلم مع هبة بشكل منفتح ويعرفها ان هو ضابط في الموساد الاسرائيلي وانهم عايزينها تشتغل معاهم. الضابط اتكلم مع هبة، وفي الحقيقة هبة وافقت على طول، ما كانش عندها اي مشكله. قدروا يجددوا لها الفيزا بتاعتها ان هي تقعد في فرنسا لمده 2 سنين. كان كل مهمه هبه ان هي زيها زي البنت البولنديه، تحاول تشوف شباب او بنات عرب من اللي بيدرسوا معاها او من اللي عايشين في فرنسا، وتحاول ان هي تعمل لهم غسيل مخ وتعرفهم على الضابط، والضابط يحاول يجندهم. في الوقت ده الموساد كان ليه عناصر كتير جدا في فرنسا بيحاولوا يجندوا عرب على قد ما يقدروا، لان الحرب الوقت ده كان وقت حرب يا جماعه. فاي معلومه كبيره او صغيره بتبقى مفيده جدا. معلومه واحده استخباراتيه في الحرب قادره وكفيله ان هي تغير الحرب كلها. المهم في يوم من الايام الضابط الاسرائيلي كان بيتكلم مع هبه، عاوز يعرف منها اي معلومات عن عيلتها، بتشتغل ايه، هل في حد في حياتها شغال في الجيش ليه علاقه بالجيش. وهبه قالت له ان هي لما كانت بتروح نادي الجزيره كان في ضابط شغال في الجيش المصري مش سايبها في حالها، كل ما يشوفها يروح يتكلم معاها ان هو بيحبها وان هو عاوز يتجوزها وان هو عاوز يرتبط بيها وان هو عنده مشاعر اتجاهها. بس هبه كانت دايما بتصده ودايما بتبعد عنه، لدرجه ان هي في مره من المرات كانت هتزعق وتتخانق معاه. طبعا الضابط الاسرائيلي اول ما سمع القصه دي كان عاوز يقوم يرقص ويزغرط، ما كانش مصدق نفسه. في الوقت ده الضابط الاسرائيلي ادرك واتاكد ان هو قاعد مع مشروع جاسوسه غير عاديه، جاسوسه فوق العاده، جاسوسه هتقدر تجيب له معلومات من جوه قلب الجيش المصري. وفي اللحظه دي جهاز المخابرات الاسرائيلي خد القرار بالفعل ان هبه سليم لازم تتحرك فورا وتروح مصر، ومهمتها الوحيده في الوقت ده ان هي ترجع علاقتها مع الضابط المصري المقدم فاروق، ان هي ترجع تتعرف على المقدم فاروق وتخش في المقدم فاروق مع علاقه ويبقوا مرتبطين ببعض، وتحاول تسحب منه معلومات على قد ما تقدر، حتى لو هتضطر ان هي تتخطب للمقدم فاروق. هبه خدت اول طياره ورجعت اجازه على مصر. اول ما رجعت على مصر راحت على نادي الجزيره عشان تقابل صحباتها، ومن هنا ابتدت تسالهم هو فين يا جماعه المقدم فاروق، محدش شافه، هو بيجي ولا ما بيجيش. المقدم فاروق نزل اجازه وما بقاش مصدق نفسه، ايه هبه بتسال عليا، هبه مدياني ريق، هبه بتتكلم معايا، ما بقاش مصدق نفسه، ده انت ما كنتش عايزه تكلميني اصلا. المقدم فاروق وهبه اتعرفوا على بعض، علاقتهم ابتدت تتطور، ارتبطوا ببعض. بس طول الوقت المقدم فاروق كان حاسس ان في فرق ما بينه وما بين هبه، في نقص ثقافات ما بينه وما بين هبه. دي بنت عايشه في اوروبا بتتكلم فرنساوي، لا في فرق ثقافات. كان بيحاول ان هو يعوض فرق الثقافات ده على قد ما يقدر. طب بيعوض فرق الثقافات ازاي؟ بان هو يحكي لها عن مهماته في الجيش، بيحكي لها عن المركز الحساس اللي هو شغال فيه، بيحكي لها عن دوره مهم في القوات المسلحه. هبه سليم طبعا بتاخد كل المعلومات دي من هنا وبتنقلها للمخابرات الاسرائيليه من هنا. بس كل دي كانت معلومات هي مهمه، اي معلومه صغيره يا جماعه وقت الحرب بتبقى مهمه جدا، بس مش دي المعلومات اللي هبه عايزاها، لا معلومات هبه عايزه معلومات اكبر شويه، معلومات اتقل شويه. لحد ما في يوم من الايام المقدم فاروق عزم هبه ان هي تيجي تقعد عنده في البيت. في الوقت ده هبه والمقدم فاروق كان في مشاكل ما بينهم، كانوا متخانقين بسبب ان هو بيروح في الجيش، بيروح يقعد في الجيش يعني فترات كبيره وبيرجع اجازه ايام صغيره. فهي عايزه تفهم انت بتعمل ايه، وهو ما بيقول لهاش حاجه برضه، يعني ما هو في ليميتس، في حدود. هي عايزه تفهم هو بيعمل ايه، فقرر ان هو يعزمها ان هي تيجي تقعد عنده في البيت. حصلت الكارثه، حصلت المصيبه اللي هبه ما كانتش متوقعاها اساسا. المقدم فاروق استضاف هبه عنده في البيت وابتدى ان هو يحكي لها عن الصواريخ الجديده اللي لسه جايه لمصر من روسيا، ويوريها خرايط واماكن اللي هيتحط فيها الصواريخ دي. الجيش المصري بقى يروح يحط الصواريخ ويبني الاماكن اللي هتنطلق منها الصواريخ، يلاقي الطيران الاسرائيلي على طول ما يكذبش خبر يروح ويضرب الصواريخ. المخابرات المصريه قالت
كده في حاجه غلط. مش معقول كل ما نيجي نحط صواريخ لسه جايلنا من روسيا الطيران الاسرائيلي يروح يضربها. كده في جاسوس، في حد بياخد المعلومات من الاجتماعات بتاعتنا ويروح يديها للمخابرات الاسرائيليه للموساد بشكل مباشر او غير مباشر. كل الضباط ابتدوا ان هم يبقوا تحت مراقبه المخابرات المصريه. المخابرات المصريه ابتدت تراقب كل الضباط. في وقت الحرب المعلومات اللي زي دي بتبقى مع الضباط بس، يعني العساكر ما يعرفوش حاجه عن اماكن الصواريخ. هتقولي طب ما العساكر هم اللي بيودوا الصواريخ وهم اللي بيحطوا الصواريخ، ما يعرفوش حاجه عن اماكن الصواريخ. العساكر ممكن يروحوا يبنوا المكان بس ما يعرفوش هم بيبنوا المكان ده ليه. ممكن يبقوا سايقين عربيه بس مش عارفين الحاجات دي هتستخدم في ايه او هتتضرب امتى او هيتعمل بيها ايه. في معلومات سريه بتبقى مع الضباط بس. يعني اللي خرج الخبر هو ضابط، الضباط كلها اتحطت تحت مراقبه المخابرات المصريه لحد ما المخابرات عرفت ان المقدم فاروق في علاقه ومرتبط بواحده اسمها هبه سليم. لما دوروا وعايزين يعرفوا مين هي هبه سليم عرفوا ان هبه سليم بتدرس في فرنسا. فرنسا اللي كلها جواسيس وضباط من الموساد الاسرائيلي. مشوا ورا هبه سليم وقعدوا يدوروا وراها لغايه ما عرفوا ان فعلا هبه سليم شغاله مع جهاز المخابرات الاسرائيلي، شغاله مع الموساد. ومن هنا اعتقلوا المقدم فاروق. جهاز المخابرات المصري اعتقل المقدم فاروق، بس في الوقت ده هبه كانت في فرنسا. خطه المخابرات المصريه في الوقت دوت كانت ان هي تقبض على هبه قبل ما يوصل لها خبر اعتقال المقدم فاروق. لان هبه لو عرفت او جهاز المخابرات الاسرائيلي لو عرف ان مصر اعتقلت المقدم فاروق، الموساد هيبعت ياخد هبه على اسرائيل على طول ومش هنشوف هبه دي تاني. خلاص يا هبه مهمتك خلصت، عيشي في اسرائيل. لا، جهاز المخابرات المصري مش عايز كده. جهاز المخابرات المصري عاوز يجيب هبه يعرف منها ايه المعلومات اللي انت قلتها لاسرائيل وتبقى عبره لاي خاين يفكر يخون مصر تاني. فالمخابرات المصريه علشان تقبض على هبه سليم رسمت خطه بقياده الفريق اول رفعت سليم. ايه بقى هي الخطه؟ الخطه كانت ان هم يحاولوا يجيبوا هبه ويقبضوا على هبه عن طريق والدها. ازاي عن طريق والدها؟ المخابرات المصريه عرفت ان والدها بيشتغل في ليبيا وبيشتغل في منصب كبير هناك في ليبيا. راحت المخابرات المصريه ليبيا وابتدوا ان هم يتكلموا مع والد هبه وقالوا له ان هبه متورطه في عمليه خطف طياره ومشتركه مع جهات او مع منظمات في خطف طياره في فرنسا، وان هم مش عايزين اسم مصر يتحط في حاجه زي كده، وان السلطات الفرنسيه هتقبض على هبه وهم عايزين يسحبوا هبه من فرنسا قبل ما السلطات ما تقبض عليها. والدها طبعا صدق الموضوع ده وقال لهم طيب انا اعمل ايه؟ ازاي اخليها تيجي؟ قالوا له انت هتروح كل حاجه متجهزه وكل حاجه متظبطه. في الوقت ده كانت المخابرات المصريه منسقه مع المخابرات الليبيه. عرفت المخابرات الليبيه الموضوع كله. طيب المخابرات المصريه كانت متفقه ومظبطه ومنسقه مع المخابرات الليبيه. ايه هي الخطه بقى؟ الخطه ان والدها هيبعت رساله لهبه يقول لها ان هو جات له ذبحه صدريه وان هو موجود في المستشفى وعايز بنته تيجي تزوره. بالفعل المخابرات الليبيه حجزت مستشفى وحجزت غرفة وعرفت الدكاترة المسؤولين عن الموضوع وعن مهمتهم وعن المفروض يعملوا ايه. المخابرات المصرية كانت قلقانة ان جهاز الموساد ممكن يسأل ويعرف ان مفيش حد في المستشفى، فما سابتش اي خيط او اي دليل ان الموضوع مش حقيقي. لا، ده والدها فعلا راح المستشفى وقعد في الأوضة واكن فعلا عنده ذبحة صدرية. واللي المخابرات المصرية اعتقدته حصل فعلا. جهاز الموساد بعت 2 ضباط يروحوا يشوفوا والدها ويتأكدوا والدها موجود فعلا وعنده ذبحة صدرية ولا لا، وبالفعل لقوا ان والدها في المستشفى. ومن هنا الموساد سمح لهبه ان هي تسافر وتشوف والدها. اول ما هبه استلمت الرساله من والدها بعتت له رساله وردت عليه وقالت له يا بابا تعالى هنا فرنسا، احجز اول طياره وتعالى فرنسا وانا هحجز لك اغلى مستشفى هنا واحسن مستشفى هنا وكل حاجه هتبقى مستنياك ومنتظراك وما تقلقش من حاجه. والدها بعت لها رساله ورد عليها انا في المستشفى ومش قادر اروح في حته ومش قادر اتحرك، انت تعالي لي. هبه حجزت طياره وطارت على ليبيا. اول ما نزلت من الطياره ولسه بتحط رجليها على السلم لقت 2 ضباط مخابرات مصريين مستنيينها، مسكوها وماشيين بيها. بتقول لهم احنا رايحين على فين؟ قالوا لها المقدم فاروق عاوز يشوفك. قالت لهم هو فين المقدم فاروق؟ قالوا لها في القاهره. قالت لهم ايه ده؟ سكتت كده شويه، هو انتوا مين؟ قالوا لها احنا المخابرات المصريه. وفي الوقت ده بيقولوا هبه كانت هتقع منهم على الارض ويغمى عليها. مسكوها
وركبوها طيارة مصرية وطاروا بيها على القاهرة. طبعا كان في المطار تأمين على أعلى مستوى من جهاز الأمن والمخابرات الليبي، لأن لو جهاز الموساد كان باعت معاها حد يأمنها وعرفوا إن هي تم القبض عليها هيموتوها على طول، هيموتوها قبل ما تكشف الأسرار اللي معاها قدام المخابرات المصرية. هبة سليم تم القبض عليها وراحت على مصر. هبة سليم لما وصلت مصر اتعرضت على المحكمة، وطبعا كان باين عليها ان هي ندمانة وطالبوا ان الحكم يبقى خفيف عليها. المحكمة حكمت عليها بالاعدام. هبة اتسجنت وحاولت ان هي تقدم اكتر من مرة التماس لرئيس الجمهورية انور السادات، الالتماس اترفض. قدمت التماس لجهان السادات، الالتماس اترفض. تعدي الايام ورئيس الوزراء الامريكي وقتها يجي يزور مصر في اسوان ويقعد مع الرئيس انور السادات ورئيس جهاز المخابرات، وهم بيتكلموا مع بعض الرئيس هنري قال له انا عندي ليك طلب شخصي من جولد مائير. جولد مائير شخصيا بتطلب منك الطلب ده. انور السادات قال له ايه الطلب؟ قال له ان انت تخفف الحكم بتاع هبة سليم، الحكم ما يبقاش اعدام. انور السادات فكر وحسبها في دماغه، قال طب ما انا لو خففت الحكم النهارده ممكن بكره كمان سنين يطمعوا ويقولوا لك طلعوها بعفو وهبة سليم تروح على اسرائيل، ويبقى كده ما بقتش عبره، ما حصلهاش حاجه. فاهم قصدي؟ انور السادات اول ما هنري قال له كده رئيس الوزراء الامريكي بص له وقال له هبة سليم اتعدمت. هنري استغرب قوي كده، قال له اتعدمت امتى؟ قام جاي من غير ما يبص لرئيس المخابرات قال له اتعدمت النهارده. هبة سليم ما كانتش لسه اتعدمت ولا حاجه، بس هو كان عاوز يقطع الكلام في الموضوع ده، عاوز ينهي الموضوع ده. رئيس المخابرات ما كدبش خبر، اعتبر ان اللي انور السادات قاله ده امر. رئيس المخابرات كلم السجن واصدروا امر باعدام هبة في نفس اليوم، واتعدمت هبة سليم في نفس اليوم. وبكده تكون خلصت قصه هبة سليم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.